فضيلة الشيخ، هل قراءة الفاتحة في أذكار الصباح والمساء بدعة؟ لا أعلم أن الفاتحة من أذكار الصباح والمساء، وعلى هذا فلا يقرأها أحد في أذكار الصباح والمساء إلا إذا وجد دليلا، إذا وجد دليلا من السنة أنها تقرأ في أذكار الصباح والمساء فليقرأ، وإلا فلا يقرأها. لكن الفاتحة تقرأ على المريض ويشفى بإذن الله، كما ثبت ذلك في قصة السرية الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنزلوا على قوم ضيوفا، ولكن القوم لم يضيفوهم ولم يكرموهم، فتنحوا ناحية عن السرية، فسلط الله على رئيس القوم الذين لم يضيفوهم عقربا فلدغته، فتألم الرجل، فأتوا إلى السرية الصحابة قالوا: هل فيكم أحد يقرأ؟ قالوا: نعم فينا من يقرأ، لكن لا نقرأ عليكم إلا بكذا وكذا من الغنم. لماذا؟ لأنهم ما أكرموهم، وكان يجب عليهم أن يكرموهم لأنهم ضيوف. فذهب أحد القوم من السرية وجعل يقرأ على اللديغ سورة الفاتحة فقط، فقام الرجل كأنما نشط من عقال، يعني كأنه بعير فك عقاله وقام سليما ليس فيه شيء. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم أشكل عليهم هل هذه الغنم التي أخذوها حلال أو لا، حتى أتوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبروه، فقال عليه الصلاة والسلام للقارئ: وما يدريك أنها رقية؟ وما يدريك أنها رقية، يعني أن الفاتحة يقرأ بها على المرضى ويشفون بإذن الله. وقال: خذوا يعني الغنم واضربوا لي معكم بسهم. اللهم صل وسلم على التعليم. لماذا قال اضربوا لي معكم بسهم وهو ليس بحاجة له؟ فيما يظهر تطيبا لنفوسهم حتى لا يبقى عندهم شك. نعم.